لطالما عبر المواطنون الصينيون عن عدم رضاهم عن ديكتاتورية الحكم الصينية، وإلى الآن فإن موظفي الخدمة المدنية مفتونون ومضطربون ومهانون ويقاتل بعضهم البعض. وفي هذا الصدد قال المدير التنفيذي لمركز تركستان الشرقية للأخبار عبد الجليل قرقاش: لقد انهارت الأخلاق الشخصية في الصين بالفعل، وإن الشرطة الوطنية التي عملها يتمثل في تطبيق القانون أصبح أفرادها يقاتلون بعضهم البعض، وقد حصل أن قام بعضهم بالإمساك بآخرين وكبلوا أيديهم، وهذا يدل على أن هذه الحكومة المهيمنة قد فقدت القلب والعقل في جميع مناحي الحياة، وهذا يؤدي بها إلى الموت. وفقا للتقارير فإن عظام 7000 شخص قتلوا في الحرب في البوسنة والهرسك قبل أكثر من 20 عاما لا تزال مفقودة. وذكر متحدث باسم رابطة الأشخاص المفقودين في البوسنة والهرسك أنه لن يتم أبدا اكتشاف بعض الأشخاص المفقودين، لأن البقايا أزيلت من المقابر الجماعية وقد دمرت تماما، ولا يمكن تحديد هوية بقية العظام. صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس فيما يتعلق بالوضع المتوتر بشكل متزايد بين إسرائيل وفلسطين أنه يجب على الأطراف أن تتراجع خطوة قبل أن ينهار الموقف. في الأيام الأخيرة شهدت السويد درجات حرارة عالية، وقد حدثت حرائق الغابات في أماكن كثيرة واستمرت في الانتشار، واعتبرت وكالة الطوارئ السويدية أن هذا هو أخطر حالات انتشار الحرائق في البلاد، واضطر العديد من السكان إلى الهرب من مناطق الخطر. وتجمع المسلمون الذين يعيشون في ستوكهولم في السويد وأقاموا صلاة الاستسقاء والدعاء لله لأجل هطول المطر بعد موجة الجفاف هذه. وقع تفجيران في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين. وانفجرت القنبلة الأولى بالقرب من مبنى البرلمان القديم، وانفجرت القنبلة الأخرى في مبنى الشؤون الدينية. وتبنت حركة الشباب الإسلامية مسؤوليتها عن الهجومان. تخطط الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء ناسا لبناء محطة على القمر سيشغلها رواد الفضاء على الدوام خلال السنوات 8 القادمة. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية فإن مثل هذه الخطط ممكنة بسبب منافسة الشركات الخاصة في مختلف المواد. وتخطط ناسا والشركات الخاصة لإرسال العديد من الأدوات العلمية الآلية إلى القمر في عام 2019.